سلام المحبة ألقيها عليكم أحبة المشاهدين. عندما أراد الملك فيصل الثاني رحمه الله الزواج بالأميرة فاضلة، قرر أن تكون هدية الزواج طقما من اللؤلؤ البحريني. حينها اتصل الباشا نوري السعيد رئيس وزراء العراق آنذاك رحمه الله بالتاجر البحريني المعروف أحمد بن يوسف فخرو، وأخذ منه 3 أطقم أرسلت للملك فيصل ليختار واحد من الثلاثة. بعد فترة قليلة عاد الباشا نوري السعيد الأطقم ال3 إلى البحرين، وأبلغ التاجر أن الملك أعجب بها، إلا أن ميزانيته لا تتحمل قيمة أي واحد منهم، وهو يعتذر لك عن الشراء. كان ذلك في صيف عام 1958. يومها كان حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وقد كان وصله ما حدث، فأرسل إلى التاجر ليستعلم منه الموضوع، فأخبره بالأمر. قال له الشيخ سلمان: خذوا أجملها وارسلوه هدية للملك. ولكن أسفا لم تصل تلك الهدية إلى الملك الشاب، فقد انقلبوا عليه من كان يعزهم ويحسب لهم حساب المودة والثقة. قتلوه شر قتله هو وعائلته، ليبدأ عصرا جديدا عنوانه القتل والدمار منذ بدايته وحتى يومنا هذا. كان الحكم لا يصله إلا أولاد الذوات، أما حالنا اليوم يتمنى كل الشرفاء أن يقتطعوا تلك الصفحة من تاريخ هذا البلد العريق ويمحوها، ولكن لا جدوى. يوما بعد يوم وسنة بعد سنة تمكن السراق والعابثون من الوصول إلى مناصب الحكم، فعبثوا بالثروات ولم يكتفوا بكل خزائن الأرض، لو استطاعوا لاستحوذوا عليها. وكما يقال بالشعب العراقي: هذا جوع قديم، جوع من الأجداد لا يشبعه مال الدنيا كلها. وللناس عبر من خلال قصص التاريخ القريب والبعيد، فحين نغادر الحياة لا نأخذ شيئا معنا إلا حسن أعمالنا. حفظكم الله بحفظه.